مشروعي عبارة عن ملابس، اكسسوارات، ميك اب، طرح، الحاجات المستلزمات اللي هي بتاعة البنات بمعنى أصح يعني. أنا كنت ماشية في القرية وقابلت الأتوبيس بتاع التضامن، فأصلا لقيت مكتوب عليه يعني حاجات ان هو تمويل مشروعات وكده، فأنا حبيت الفكرة، فأنا دخلت واستفسرت على المشروع وكده، فقالوا ان هما بيطلعوا مبالغ لحد 200,000 تمويل مشروعات وكده. فانا حبيت الفكره لان في نفس الوقت انا فاتحه محل وعايزه ان انا ازوده، يعني عايزه ازود الدخل بتاع المحل وكده. فدخلت واستفسرت وقالوا ان ممكن يدوني لحد 200,000، وبدات في اجراءات المشروع هناك معاهم لحد ما استلمت المبلغ. الاجراءات والصرف ما اخدوش معايا حاجه، يعني كانوا مخلصين لي الاجراءات ويوم واحد كنت صارفه، وادوني كارت ميزه عشان من طريقه ان انا اقدر اعمل عليه اي حاجه. بس الصرف والبنات هناك مفيش حاجه احسن من كده بصراحه ربنا. فكره التمويل انا ما خفتش منها لان انا عارفه ان انا هقدر اسد، يعني عارفه ان المشروع معايا كويس وهيقدر يجيبه، فانا هقدر اسد، فعشان كده حاجه ما خوفنيش. هي اصلا فكره المشروع ان كمساعده برضو للزوج في المعيشه الصعبه اللي احنا فيها دي. يعني مثلا هو حتى لو جوزي مثلا شغال في شغلانه مثلا دخلها مش كويس او دخلها قليل، فطبيعي المحل هيسد معايا العجز ده. الدخل لما يكون زياده هقدر اوفر لهم اصلا تعليم احسن، لو العيل تعب هقدر اوفر ليه مستشفى كويسه، هقدر اوفر مصاريف كشف ومصاريف علاجه، كل ده هيسد معايا برضو، مش هحس بعجز بمعنى اصح يعني. الست الناجحه هي دايما بتفكر لقدام، متختصرش ان هي ست بيت وكده، لا هي دايما بتفكر لقدام، مش شرط ان مثلا عشان ما هي ست تقعد في البيت وكده، لا. الحلم الكبير اللي بيجي في خيالي ان انا يكون عندي محل كبير جدا، يعني حاجه تكون على مستوى عالي، حاجه في المنصوره، يعني افتح محل كويس في المنصوره، يكون محل يليق بالاسم حتى اللي انا حطاه، يعني حاجه تكون على مستوى، حاجه تكون فخمه كده وعلى مستوى عالي. ده اللي انا بحلم بيه صراحه يعني.